كلمة وزارة الأوقاف بصحبة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور الصبري عباد خليل مستشار وزير الأوقاف. يتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على إمام المتقين وسيد العابدين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على الفاتح لما أغلق وعلى الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لقد سعدت الأرض وفرحت السماء بسماع هذا الصوت التقي الورع. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. كلمات القرآن شتان بين أن تسمعها من قلب تقي يعرف آداب القرآن وأحكام تلاوته، وبين من لم يعي لذلك ولا يفهم. أيها الأحبة الكرام، سعدنا بهذه الآيات المباركات التي تليت على مسامع حضراتكم من فضيلة الشيخ علي محمود شميس. وقل من تجد من القراء أن يقرأ في سورة النور، وفي هذا الموضع بالتحديد، وهي آيات الأدب التي تضمنتها سورة النور في العلاقات الأسرية وتربية الأطفال وكيفية التعامل مع رسول الإنسانية وحبيب رب العالمين. إن كنا استمعنا لهذه الآيات لجمال الصوت وحسن التلاوة، ولكن هي تذكير للأمم التي تتخبط الآن حول رحى الحرب. نقول لهم جميعا: لا صلاح للبشرية قاطبة إلا في القرآن الكريم، ولا مخرج للإنسانية إلا بالقرآن الكريم. هذه الآيات وهذه الكلمات التي قال عنها ربنا: وما فرطنا في الكتاب من شيء، وعد ربنا وعدا أكيدا، ونتائج هذا الوعد نراها الآن. تسمعني ولا لا؟
ونتائج هذا الوعد نجدها الآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الحياة والتخبطات التي نراها ما هي إلا لأننا تركنا منهج الله في أرضه. القرآن لو اعتبرناه ليس كتاب الإسلام، لو قلنا لأمريكا والناس الحلوة والناس المحترمة إن مش تبص للقرآن ككتاب ديني، ولكنه كتاب أخلاقي، دراسة اجتماعية يرسم نظم الحياة، ألا يصلح القرآن الكريم؟ نعم، إن القرآن الكريم الذي بين أيدينا وتلكم الآيات والحق يبين كيفية التعايش الأسري. واحنا قاعدين في الدار ازاي تستأذن وازاي تخبط وازاي تخش وازاي تاكل من دار فلان. ربنا بيقول لنا كده يا اخوانا، اي بيت تقدم عليه تاكل منه ازاي، وازاي انت ما تخبط واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اول ما تخبط ومش تلاقي صوت ارجع، مش تكسر الباب وتضرب بالمحمول وتبعت واحد يستجنس وهو جوه ولا مش جوه. يا اخي عنده ظروف، يا اخي مش قادر يقابلك يا اخي. هذه آداب الإسلام الحنيف التي دعا إليها رسول الإنسانية 1400 عام بعد بعثته الطاهرة، وفي قرنه الأول من الزمان ذاقت الدنيا طعم الحياة، ذاقت الدنيا طعم العدل، ذاقت الدنيا كيف يتعايش الخلق مع الخلق. انظر إليه وهو ابن من؟ ابن قبيلة تيم. بطون العرب يا اخوانا 13 بطن. اصل العرب دول 13 اب او بطن. من هذه القبائل قبيلة تسمى تيم. منها مين؟ منها سيدنا أبي بكر الصديق وقريش، وما أدراك ما قريش، وعمر بن الخطاب. انظر إلى التسوية الاجتماعية، شوف الناس كانت عايشة ازاي واحنا عايشين دلوقتي ازاي. الصحابة في مجلسهم زينا دلوقتي بالضبط، فيقول أحدهما للآخر: ابن من أنت؟ أنت ابن مين يا فلان؟ قال له: أنا ابن فلان وفلان وفلان. إلى أن أتى الأمر على سيدنا سلمان الفارسي، كان شباب من بلاد فارس اللي هي إيران يعني. فهو نايم، أبوه كان غني جدا وصاحب كنيسة فنايم يتمنى أن يرى نبي آخر الزمان، فرأى رؤيا منامية أنه يخرج من مكة، فراح سايب أبوه عيلته وناسه ومشي وراح قاعد هناك يستقبل النور. فقال: ابن من أنت يا سلمان؟ أنت ابن مين يا آله؟ زي اللي بنقول لبعض دلوقتي. أمال إيه؟ فبكى سيدنا سلمان. هيقول: أني من على خط الصادي ولا خط البحر، وأني من فجوس ولا من إسماعيلية، مش عارف يقول إيه، هيعرفوه إزاي؟ فانتسب لنسب عظيم. فوقف سيدنا سلمان: اسمعوا يا أمة الإسلام. فقال: أنا ابن الإسلام، أنا لا لي أب ولا أم، أبويا ودي كل حالة الإسلام. فخرج الفاروق رضي الله عنه وقال: وعمر ابن الإسلام. هذه التربية والسلوك ما أحوجنا إليها الآن. فهدم الإسلام الطبقية في النسب والمال والجاه، وأعاد الناس لنسب واحد
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وعم الشيخ علي عارف، ولتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أحوجنا في هذه الأيام. نفسي تروح الليلة دي إن كان عندك ابني ولا بنت تقول الشيخ علي شميس جرى سورة النور وبقول الأطفال يستأذنوا 3 والرجال يستأذنوا 3، إمتى أخلع ثيابي وإمتى أنام وإمتى آكل وأكل من دار مين ومش أكل من دار مين. يا ابني وريني دي إيه الآداب دي؟ فيها جزاء. نعم، جزاء الاتباع أن تكون مع رسول الله في درجته. فين سيدنا عبد الله بن عمر سابق أبيه إلى الإسلام قبل أبوه من الإسلام، فكان يسير في إحدى الطرقات ويروح واقف، فيقولون يا ابن عمر لما تقف؟ قال هكذا كان يفعل رسول الله. أنا مش بعمل حاجة خالص إلا إني بعمل زي مين؟ زي النبي. جزاء الاتباع رفقة حبيب الله في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل ربي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. مع الوزير. أشكر بعموم معالات الشام على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي ألقاها علينا الأستاذ الدكتور صبري عبادة خليل.